السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من سلسلة شطرنج في السريع. بعتذر لو ما نزلتش فيديوهات امبارح، او يعني كنت يعني مش متعودين ان انا ما انزلش فيديوهات يعني الفترة دي. ولكن بس كان عندي حاجة كده اسمها بريدنتال ابسس، اللي هو خراج كده حوالين اللسان يعني. فكنت يعني زي عملية بسيطة، يعني حاجة بسيطة الحمد لله، يعني مش حاجة كبيرة يعني. فأنا كنت مشغول شوية عند الدكتور امبارح، يعني دكتور الأسنان وكده. فبعتذر. يلا بينا نرجع لسلسلة شطرنج في السريع، نرجع للكورسات بتاعتنا، نرجع لللايك الجميل بتاعكم. ويلا بينا نبتدي بسم الله. أتمنى تكونوا عملتوا لايك وتستنوا رأيكم في التعليقات. طيب بنلعب بالقطعة البيضاء. نبدأ الدور كالعادة بدي 4. بالنسبة لي دي 4 از ذا بيست، تمام. عكس عم ابو فيشر. دي 4 دي 5 كويس. نايت على سي 3 كويس، ان احنا ما قابلناش اشكال الانديان. اوكي، هنا لعب لنا حاجه كده بتشبه الفرنسي. احنا ممكن كده نقلب من جوبافا لندن لفرنسي، يعني التشكيله دي يا جماعه تشكيله الفرنش، وممكن نكمل على اساس ان جوبافا لندن. يعني هنا هو رمى الكره في ملعبنا، تمام. يعني دي تشكيله الفرنسي، يعني كأن بالظبط احنا كده، فكر معايا كده كأن اي 4 اي 6 دي 4 دي 5 نايت على السي 3. هندخل في نفس الشكل ده، صح كده؟ فانا ممكن اختار ان انا اكمل فرنسي، وممكن العب بيشوب على الاف 4. طب انت هتلعب ايه؟ هل هتلعب جوبافا لندن ولا فرنسي؟ خليها فرنسي. فانا كده يعتبر يا جماعه عملت ترانسبوزيشن للفرنش ديفنس. هنا في اختيارات كتيره. اشهر نقله هو نايت على الاف 6، في بيشوب على البي 4 بيقولوا عليه الوينوار، وفي تفريع التكسير، تمام. طبعا ده تفريع انا اول مره اشوفه، ومش عارف هو كويس ولا لا الصراحه، يعني النقله دي مش مشهوره. طبعا اكتر النقلات اللي بتتلعب هنا هي نايت على الاف 6. تاني اكتر نقله بتتلعب هي بيشوب على البي 4، بيقولوا عليه الوينوار فاريشن من الفرنسي. وفي تفريع التكسير اللي هو تيكس. وفي تفريع لذيذ قوي بيتلعب لي دايما في القهاوي، اسمه سي 5، بيقولوا عليه جنبيت مارشال، ان هو بيديك بيدق كده، ولكن هو مش تفريع قوي الصراحه. لكن النقله دي الصراحه مش عارف، يعني نقله ما بتتلعبليش قوي يعني، تمام. طيب فاحنا كده عندنا الخيار. ايه الخيار اللي عندنا؟ ايه علاقه الخيار والطماطم بالدرس؟ تمام. ممكن نعمل كذا حاجه. ممكن نكسر، بس وقتها بياكل بدأ في بيدق، وبندخل في تفريع بيقولوا عليه الاكستشينج فاريشن. وممكن وقتها نطلع بالبيشوب ونحاول نطبق افكار الجوبافا لندن، ان احنا نيجي هنا وهنا. وممكن برضو يكون عندنا الاوبشن الثاني، ان احنا نقفل الوسط بنقله زي اي 5، ونمنع الحصان من التطور عقابا ليه ان هو ما انتشرش بسرعه، او ما لعبش نقله نايت على الاف 6. وقتها الحصان ده ما هيكونش عارف ينتشر كويس. ايه الاختيار اللي انت حابب تلعبه؟ لو انا بلاعب ناس فوق الصراحه ال 2000، فانا هختار تفريع الاي 5، لانه بيكون طموح اكتر. ولكن بما اني دلوقتي بلاعب، يعني ايه، انا عاوز اخلي البوزيشن بتاعنا بسيط او سيمبل، ما فيهوش افكار صعبه، ما فيهوش تاكتكس، او ما فيهوش تعقيدات قوي. فانا بختار تفريع التكسير اي دي، تمام. طبعا اي دي ده يا جماعه بيقولوا عليه الاكستشينج فاريشن، بس من غير خروج الحصانين. لكن بخروج الحصانين هنا بقى اسمه السيفنيوس فاريشن. السيفنيوس فاريشن ده مش محضر له قوي، تمام، او مش بيتلعب لي قوي الصراحه، فانا مش عارف ايه التفريعات. وقتها لما ما اكونش عارف ايه اللي بيتلعب، هلعب شطرنج عادي. يعني ايه شطرنج عادي؟ يعني هبدا انتشر بالقطع بتاعتي. طيب انتشر بمين؟ ممكن انتشر بالفيل دلوقتي؟ لا، لان لو خرجت بالفيل على طول، خلي بالك ان اللي حامي البدء ده هو الوزير، فمش هتكون نقله جيده. فانا هختار ان انا انتشر بالحصان الاول، طالع حامي البدء ده، وبعد كده النقله الجايه انتشر بالفيل. طب ومش خايف من ربطه زي دي؟ هي بالفعل ممكن تكون مزعجه، ولكنها مش بتخوف. كده احنا بنلعب شطرنج عادي، ده يعتبر فرنسي عادي، تفريع التكسير، وطلعنا بالاحصنه. فما فيهوش اي حاجه صعبه. طب وايه افكارك هنا؟ افكاري هنا ان انا اطور القطع بتاعتي في القطع المثلى. ايه اللي هي ايه؟ يعني ايه القطع المثلى؟ يعني الحصان على الاف 3، والحصان الثاني على السي 3، البيشوب هنا والبيشوب الثاني هنا، تمام. وهيكون وبيت بس كده، بلعب شطرنج بسيط خالص، تمام. هو ممكن يطلع بالفيل هنا دلوقتي، او يطلع هنا، او يطلع هنا يربط. طبعا دي مش رابطه، لان اول حاجه عندي اوبشن ان انا بيت، وانا مش هطرده دلوقتي، انا هختار ان انا بيت. طب وهتسمح له انه يكسر وياكل؟ طب ما تطلع بالفيل مثلا تحمي. هقول لك لا، عادي خالص. ليه؟ لان غالبا لما باكل بي سي، البيدق ده بيكون حامي البيدق الوسطي، فوقتها هحرر الحصان ما يكونش واقف مدافع عن البيدق. فرغم ان وقتها لو اكل حصان في فيل، هيكون معانا بدقين راكبين، لكن وقتها الموقف بتاع الابيض هيكون كويس جدا، لان البدائين الراكبين دول موجودين في المنتصف، كمان حرروا الحصان، كمان وقتها تكسير حصان في فيل بيسمح لنا ان احنا يكون معانا امتياز الفيلين، فيكون معانا شغل حلو. فانا ههمله خالص، مش هطلع بالبيشوب هنا، وهبيت. اظن ده قرار منطقي وقرار جيد جدا يعني، تمام. طيب هو ممكن يبيت دلوقتي،
تمام، بقيت عندنا اوبشن ان احنا نفك الرابطه ببيشوب هنا. طبعا هو مش مربوط دلوقتي، ولكن اقصد ما يكونش تهديد ان هو يكسر، ولكن زي ما قلت لحضراتكم انا مش مهتم خالص، وانا هكمل انتشار عادي، بروك على الاي، بطور الحصان بتاعي. حد يقول لي ما كانش عندك التضحيه، لا مش موجوده. تمام، طبعا هو اكل دلوقتي، وده اللي بقوله لحضراتكم. انا دلوقتي معايا فيل باصص على الوزير، فيل تاني باصص هنا، واموري بخير. طيب هو هي جه هنا ربط لنا الحصان بتاعنا. تعالوا نفكر، هل عندنا كش وبعد كده نطلع هنا ناكل؟ لا مش موجوده، صح كده؟ مش موجوده، لان بعد كده بعد ما بندي كش هنا ما بنقدرش ناكل الفيل، لانه وقتها الحصان بتاعه هيكون حامي، صح كده؟ فاحنا ممكن نعمل كذا حاجه دلوقتي. ممكن نطرد الفيل بنقله زي اتش 3، ممكن نفك الرابطه بيشوب على الاي 2، ممكن نلعب روك على الاي 3 نكون حامين الحصان. فدي كلها اوبشنز موجوده، كل الاختيارات دي يعني موجوده يا جماعه. زي ما بيقول لك كده، الكره في ملعبنا، فاحنا مش خايفين. ممكن كمان نهمل التهديد ده ونطور الفيل بتاعنا من هنا، نلعب بيشوب على الاي 3 باصين على الروك، صح كده؟ ولكن خلينا نلعب اتش 2 اتش 3 معذره، نشوف ايه مصير الفيل ده. تمام، هل الفيل هيرجع ولا الفيل هياكل؟ اكل بالفعل. دلوقتي هو عطانا فيلين قصاد حصانين، يعني احنا دلوقتي معانا فيلين، امتاز الفيلين قصاد حصانين. طب ايه الافضل؟ غالبا الفيله بتكون اقوى، بالذات ان البوزيشن ده يعتبر بوزيشن مفتوح. يعني ايه بوزيشن مفتوح؟ يعني دلوقتي الاوتار مفتوحه لينا، وكل حاجه يعني مرميه في ملعبنا. فاهمين قصدي؟ طيب طبعا دفعه البيدق دي بتقول ان البيدق ده هوك، فده يخليني ما تشجعش ان انا العب البيشوب على الاي 3 قوي، لان ممكن في وقت من الاوقات افكر اضحي هنا. ولكن التضحيه صراحه هنا مش موجوده قوي. ليه؟ لان لو ضحيت هنا بياكل بالبيدق، بديله كش بيمشي بالملك، او بيمشي بيدخل بالملك هنا، ومش عارف، ما عنديش حاجه قوي يعني. فانا دلوقتي في احتمال من اتنين، ان انا اجهز للتضحيه، يعني ممكن العب الكوين بتاعتي هنا، تمام، اجهز للتضحيه، او اجيب الكوين بتاعتي هنا اكون مجهز اديله اشكال متات، او ان انا اطلع بالروك بتاعتي اكمل ان انا اضحي، او ان انا اطور الفيل هنا بحيث ان انا اربط الروكين. فدي كلها يعني احتمالات موجوده، يعني هنا مفيش حاجه صح او حاجه غلط، كل النقلات قويه وكل النقلات موجوده هنا. بيقول لك في الاول والاخر اتس ماتر اوف تكنيك، يعني اتس ماتر اوف تيست، يعني مساله انت ايه النقله اللي عجبك اكتر من الثانيه. تمام، طب ايه النقله اللي انا عجباني اكتر من الثانيه؟ عجباني نقله روك، انا اسف، كوين على الجي 3. ايه فكرتها؟ بهدد دلوقتي ان انا اكل البيدق ده على حس الرابطه، فمضطر يمشي بالملك بتاعه ويأخر نفسه شويه في الانتشار. فكوين على الجي 3 دلوقتي عجباني. ايه الافكار بتاعتنا؟ طيب طبعا دلوقتي بعد ما يتحرك بالملك او يدفع البيدق، بس لو دفع البيدق بيسيب البيدق ده. تمام، فاحنا دلوقتي مهددين ان احنا ناكل، فمضطر يتحرك بالملك عشان ما ناكلش على حس الرابطه. فدلوقتي احنا هنطلع بالروك بتاعنا على الاي 3، نجيب الروك الثانيه نجوز على العمود، نلعب بيشوب على الدي 2، نوسع للروكين نربطهم مع بعض، لان طبعا ده مبدأ مهم في الافتتاح، انك تجيب الروكين تربطهم مع بعض. تمام، لازم يكونوا الروكين متصلين حامين بعض، لكن وجود الفيل هنا بيخلي الروكين دول مش متصلين، فمش حامين بعض قوي. وبالتالي لو جاب الروك هنا وانا نسيت الفيل ده مكانه، فممكن ياكل الروك بتاعتي ببلاش. لكن لا، لازم الروكين يا جماعه يكونوا محميين قصاد بعض، وبالتالي الفيل ده لازم يتحرك في اقرب وقت من هنا. تمام، وبالتالي بعد ما يتحرك بالملك انا ممكن وقتها العب بيشوب على الدي 2 بحيث اربط الروكين ببعض، او العب روك على الاي 3 وابدا احاول اجيب الروك تلعب كمان وتهجم على الملك. ممكن كمان روك على الاي 3، روك على الاف 3، واضغط على الحصان ده. ممكن اضحي روك في حصان، ويكون عندنا شغل جامد جدا جدا يعني. تمام، دلوقتي طبعا البوزيشن بتاعنا اكتف، لان الفيله بتاعتنا باصين كويس جدا على الملك، الوزير بتاعنا باصص، بنحاول نجيب قطع اكتر عشان تبص على الملك. ودايما في قاعده في الشطرنج حتى قالها ياسر سيروان قبل كده، ان انت لما بتكون بتهجم وما يكونش عندك يعني او مش شايف فرص تكتيكيه قوي في الشكل، فبرينج مور بيسز انتو ذا اتاك، او حاول تجيب قطع تانية في الهجوم. تمام، طيب طبعا هو النقله دي مش اصح حاجه يعني. تمام، هو طبعا جيب الحصان بتاعه طالب الوزير، ولكن هنا الخصم وقع في حاجه بيقول عليها في الشطرنج الوان موفايتس. يعني ايه الوان موفايتس؟ يعني تهديد النقله الواحده. يعني هو جيب الحصان طالب الوزير، طب ما بكل بساطه الوزير بتاعنا ممكن يطلع هنا طالب الحصان وما زال طالب التهديد ده. هتقولي طب ما هو عنده انه يرجع تاني هنا، صحيح، فاحنا ممكن بعد ما نيجي هنا يعني نيجي بالوزير بتاعنا هنا، ويكون برضه عندنا فكره روك هنا في هنا. فالنقله الصراحه ملهاش لازمه يعني، ده بيقول عليها وان موفايتس في الشطرنج، الا بقى لو فكر يحمي بنقله عبيطه زي كده يعني. تمام، اللي هي جي 6، وقتها بيسيب البيدق ده، فهو دلوقتي مضطر يرجع تاني. طب وايه الفايده من اللي احنا عملناها؟ اي نعم حركنا الوزير بتاعنا، ممكن نيجي بالوزير بتاعنا هنا نجيب روك كده في كده، ويكون برضه عندنا هجوم يعني. برضه النقله دي ملهاش لازمه، تضييع وقت في الاول والاخر. تمام، هو بس محبش يتحرك بالملك. تمام، وبالتالي الحصان هنا مش في احسن مكان الصراحه، الحصان كان المفروض يفضل واقف مكانه هنا مدافع عن الملك. تمام، فالنقله دي نقله ضعيفه، مش احسن حاجه الصراحه. تمام،
خلاص دلوقتي احنا نكمل الخطه بتاعتنا، نجيب الوزير بتاعنا هنا، مهددين ان هو لو مشي بالحصان تاني نديله كشمات. تمام. لو دفع البيدق ده احنا بنستفزه انه يدفع البيدق ده بقى، وقتها هنكون عملنا اضعافات. يعني وقتها لو دفع البيدق ده بيكون ساب بدء الاتش 6 ضعيف، فاحنا وخلي بالك ان بدء الاتش 6 ده بص عليه الفيل، فوقتها بنرجع بالوزير مهددين ان احنا ناكل البيدق ده، صح كده؟ فخلي بالك من التريكس دي. تمام. دلوقتي الفكره بتاعتنا ان احنا برضو عاوزين نطبق فكره ان احنا نجيب الروك تلعب تشارك في الهجوم. الروك دي لو كانت هنا او هنا كان زمان في تاكتكس قويه جدا، ولكن الفيل والوزير وحدهم مش قادرين. اوكي. طبعا دلوقتي هو عمل بلندر اظن. يعني ايه البلندر ده؟ مش بلندر يعني، احنا ممكن دلوقتي احنا ناكل على طول. تمام. ناكل ونكون حامين الروك. اكل روك في روك، بناكل بالروك التانية. اكل بالبيدق، وقتها بنجيب الروك تلعب. يعني ممكن اضحي دلوقتي، اظن التضحيه دلوقتي موجوده. اظن التضحيه دلوقتي موجوده يعني، ممكن ما تكونش صح بس تعالوا نلعبها. تمام. لو اكل بناكل، لو اكل الفيل بتاعنا فاحنا بناكل روك في روك الاول. تمام. اوكي. اكل، ناكل، هياكل غالبا دلوقتي، وخلاص احنا دلوقتي هنجيب الروك تلعب معانا في او تدخل معانا في الهجوم، وهيكون معانا اشكال ممتازه يعني. تمام. يعني روك دي لو جت هنا بكش خلاص الامور كلها يعني او الهجوم بتاعنا نجح ان شاء الله يعني. تمام. وخلي بالك مفيش اي تهديد على الباك رانك يعني، لان الملك عنده مربع الاتش 2 انه يقدر يهرب منه. غالبا انا ما طبقتش فكره الهجوم بشكل صحيح صراحه يعني، ولكن يعني وضعنا كويس الى حد ما يعني. تمام. طيب هو جه هنا طلب الوزير بتاعنا، طبعا دي نقله مش احسن حاجه الصراحه، لان طبعا النقله دي بتضعف المربعات السوداء اللي حوالين الملك. فاحنا دلوقتي عندنا كذا اوبشن. الاوبشن الاول ان احنا ممكن نرجع بالوزير بتاعنا، ودي اكتر نقله منطقيه. نرجع بالوزير بتاعنا هنا، او نرجع بالوزير بتاعنا هنا. في نقله كنت فكرت فيها بس مش شغاله قوي، هو ان نديله الروك هنا على الاي 8 ببلاش. لو اكلوا بالوزير اكلوا الحصان مهدد بكشمات، ولكن النقله دي مش شغاله دلوقتي. ليه؟ لانه ممكن ياكل بالحصان وما هيكونش عندنا تهديدات بكشمات ولا حاجه، صح كده؟ وبالتالي احنا خلاص هنرجع بالوزير بتاعنا. نرجع بالوزير بتاعنا فين؟ لو رجعنا هنا ممكن يجي علينا هنا بتيمبو، صح كده؟ بس وقتها بنرجع هنا تاني. تمام. بنيجي هنا. تمام. لكن لو رجعت هنا مش عايز ارجع هنا، لان انا عاوز افضي الوتر ده للروك، واخدين بالكم؟ فانا عاوز افضي الوتر ده للروك، فانا هرجع على المربع ده بحيث ان هو خلاص لو جه عليا بتيمبو فانا باجي هنا. تمام. او هنا، هل هنا شغاله؟ لا هنا مش هتنفع دلوقتي عشان الوزير. اوكي. هو طلب مني التكسير، طبعا التكسير اظن دلوقتي ان هو هيكون في صالحنا. تمام. التكسير دلوقتي هيكون في صالحنا. ليه في صالحنا؟ لان احنا معانا بدأ زياده. لكن هل انا هوافق على التكسير؟ طيب ممكن اعمل حركه ذكيه شويه، هو ان انا اجيب الروك بتاعتي هنا، اكل بالحصان اكل بالوزير بدبل، عاوز ده وعاوز ده. هل النقله دي شغاله؟ والله شغاله يعني، ممكن تكون شغاله. وممكن اجيب الوزير بتاعي هنا برضه، يعني برضه ممكن اجيب الوزير بتاعي هنا. لكن انا عجباني الصراحه النقله دي، عجباني ان انا بقطع الاتصال بين الوزير وبين الوزير، ولو اكل بالحصان فانا باكل بالبيدق ده. هات الوزير بتاعك وهات الحصان، وهكون خدت قطعتين في روك. طبعا هيديني طبعا الحصان التاني، وكون خدت قطعتين في روك، والبوزيشن بتاعي قوي جدا. تمام. غالبا ممكن نضحي تاني كمان دلوقتي، يعني ممكن نضحي البدء ده دلوقتي في الوقت المناسب. تمام. نضحي بيشوب تكس جي 6، اف تكس جي 6، كوين على الجي 3، وهيكون برضو معانا الصراحه اتاك قوي جدا جدا يعني. تمام. بوزيشن بتاعنا قوي جدا، عندنا هجوم، القطع بتاعتنا كلها بتشارك في الهجوم زي ما حضراتكم شايفين. القطع بتاعته مش احسن حاجه، يمكن الحصان واقف مدافع، الوزير جاي هنا بيحاول يكسر، الحصان التاني واقف كده بيحاول يشتغل. اوكي. قال تعالى كسر. هل نكسر هنا؟ تعالوا نفكر هنا نكسر ولا لا. هل والله ممكن احنا لو كسرنا بنفوز برضه، كل الاشكال بتفوز. ماشي. كسر. كل بكش. طبعا بياكل بالحصان، بياكل بالحصان، كلام محترم. ممكن نرجع هنا، عاوزين نضحي هنا على الجي 6 ياكل بالبيدق، ويكون عندنا برضو افكار قويه. ممكن كمان نيجي ننضم هنا في المستقبل، ممكن نبدا ندفع اتش 4 في اتش 5 على حس الرابطه اللي هو البدء المربوط ده. هيكون عندنا افكار قويه برضو. ممكن نرجع بالفيل هنا نقول له هات الوزير وهات البيدق. يعني كل الافكار اللي عندنا دلوقتي بتكسب، بس يمكن احنا ايه الوقت بتاعنا مش احسن حاجه. غالبا في نقلات احنا مسد مننا، او في تاكتكس مسد مننا، نبقى نشوف التحليل ونتعلم ايه الانماط او ايه الحاجات اللي احنا ما خدناش بالنا منها، ونتعلمها ان شاء الله. تمام. طبعا دلوقتي الفيلين بتوعنا اكتف جدا جدا مقابل الحصان بتاعه. اوكي. جه قال لنا تعالى نكسر. طبعا زي ما قلت لحضراتكم التكسير في صالحنا. طبعا لو ما كسرتش هو بيديني كش من هنا، لكن ما بتخوفش الصراحه يعني. تمام. فانا ممكن ما مش انا مش عايز اكسر، مش هكدب عليكم، انا مش عايز اكسر، انا عايز احافظ على الوزير بتاعي، ولو كسرت بكسب برضه. ولكن انا برجع هنا، مش بقول له لا مش هكسر. لو جه طلب التكسير مره تانية برجع بالفيل هنا في وشه. تمام. اعطاني كش من هنا مش بتخوف، بمشي عادي خالص وكل اموري بخير.
تمام، مفيش بيدق، مفيش حاجه خالص بتتاخد. تمام، المهم بس الفيله مع الوزير بيعملوا كومبو رائع. تمام، الوزير لو جه طلب تكسير تاني فانا برجع بالفيل في وشه. كمان كنت جيت هنا، والله كنت جيت هنا، اظن كانت قويه برضو يعني، كانت هنا احسن، بحيث كنت عاوز اعمل الفيل بتاعي كده في كده يعني. تمام، اوكي جه هنا ماشي. ممكن ابدا ادفع خلاص على حس الرابطه. هو عاوز يجي هنا يمكن، ماشي عاوز يجي هنا، ولكن هو ساب لنا بيدق، خلي بالكم هناك، فاحنا ناكل البيدق ده ليه لا. ناكل البيدق ماشي. وكمان في بيدق تاني، في كش من فوق، بس طبعا في وزير واقف. الوزير غالبا هيمشي والامور بتنهار. دلوقتي احنا معانا بدائين بيور، هنقدر نكسب ان شاء الله يعني. تمام، او بدائين هيلثي يعني. معانا برضو امتياز الفيلين في بوزيشن مفتوح، فالاند جيم بتاعنا كويس جدا. تمام، كش من هنا مش بتخوف، عادي بمشي بالكينج على الاتش 2 وكل اموري بخير. كمان ممكن ارجع بالفيل بتاعي هنا بدل ما الفيل واقف هنا وخلاص يعني. تمام، اوكي هو ساب لنا بيدق كمان، مش عارف ليه الصراحه، فمتشكرين، متشكرين على البيدق. اوكي جه طلب الحصان بتاعنا. خلاص انا ممكن اكل. ناخد بالنا بس الوقت بيقل بسرعه، محتاج العب اسرع بس عشان الوقت. هلعب بولت ونشوف ان شاء الله. اوكي آه ماشي. خد كمان بيدق، خد كمان بيدق، هاخد البيدق ده قصاده مش مشكله. مش مشكله، بس دلوقتي احنا بس محتاجين نلعب اسرع عشان الوقت. معنا 49 ثانيه، نحاول نبولت فيهم. اوكي مشي هنا خلاص، ارجع هنا مفيش حاجه. هياكل البيدق ده، باخد البيدق ده قصاده. كمان البيدق ده سالك، ممكن نبدا نزق ونحاول نرقي. اوكي ماشي، نزق البيدق ده ونحاول نرقي. او ممكن نيجي هنا الاول، نيجي هنا الاول نحمي البيدق ده ونبدا نزق في ده ونحاول نرقي. تمام، حمينا ده الاول بس عشان ما يوقعش ده فيوقع ده، فاهمين؟ وكمان ضغطين على ده، نبدا نزق ده في كده في كده ونحاول نرقي. خلاص ده اللي بيكسبنا الدور. والفيل ده واقف حامي البيادق دي كلها، لان البيادق دي كلها مهمه. خلاص البدأ ده يعتبر بدأ سالك مزعج، قدامه 4 مربعات ويرقي، نحاول نرقيه بأي شكل من الأشكال وكسبنا الدور. أوكي كش من هنا، امشي مفيش حاجة. مفيش أي كشات على المربعات السوداء لأن الفيل واقف، وبنغطي بالبادئ بتاعتنا عادي. أوكي آه ماشي خلاص مفيش حاجة. ادفع البيدق، الملك بيستخبى من هنا، مفيش أي خوف. دلوقتي ممكن أجي هنا أقول له تعالى كسر وعاوز أرقي. تمام، بحاول بس ألعب أسرع شوية عشان التايم ترابل. ممكن أجي هنا أوكي، ما أظنش في حاجة بتخوف، فخلاص تعالى كسر لو أنت عايز. كسر واعمل لي بدأ سالك. لو اكل هنا كمان ممكن نزق، نسيب له الحاجات كلها اصلا. يعني لو كل وزير في وزير بعد كده اكل الفيل، ممكن نسيب له الفيل اصلا ونزق بدقين ونعمل وزير. كمان كان عندنا بيضه، يعني كان عندنا بيضه صراحه مش عارف ليه ما كلتوش، بس مش مشكله عشان تايم ترابل. مش مشكله، انا بلعب اسرع حاجه بس عشان الوقت. اوكي لو كل نزق، الحصان ما بيلحقش. اوكي زق كمان. خلاص احنا كده معانا 3 بيادق. هات الفيل هنا يحمي البيدق ده. اقرب بالملك، ازز البيادق ورقي. اوكي خلاص قرب بالملك، قرب بالملك، اديله كش. ادخل هنا، ادفع البيدق كل وادخل بالملك، لملم البادئ التانية ورقي بادئ من دول. تمام، وسيب الفيل ده واقف حامي التاني. ماشي تكس تكس. هات ال ماشي خلاص، ممكن اقرب بالملك من هنا وزق البدأ ده. تمام، يعني زق البدأ ده واعمل بدأ سالك هنا. تمام، بحاول اعمل بدأ سالك من اي ناحية، الحصان يمشي في اي وقت. خلاص انا بزق ده وبرقي. انا عارف ان معايا 24 ثانية، ولكن لسه معانا فرص كويسة جدا للمكسب. ماشي، سيب له حتى البدأ ده، ما عندوش وقت ان هو يرقيه، احنا عندنا بدأ تاني اسرع. لو فكر يبعد خطوه بس بالملك، فالبدأ ده هيدفع 1 2 يرقي. لان لو دفعت اوكي خلاص دي بلندر، لان انا باكل ياكل بالملك برقي ده. شكرا. اوكي بيتلحق، ولكن انا برقي البدأ التاني.
ماشي. اوكي خلاص احنا فزنا. ماشي. ناخد بالنا بس من اي ستيلميت. اوكي. كشمات جامد. ماشي تعالوا نشوف جيم ريفيو. طبعا احنا اتاخرنا شويه في التحقيق الكشمات. عندنا نقله مسد ولكن عندنا 30 نقله بيست موف كويس جدا، 13 نقله اكسلنت. تعالى نعمل ريفيو للجيم ونشوف ايه اللي احنا عملناه. طيب تمام، لعبنا بدقه 85% كويس جدا. عندنا 32 نقله بيست، واو. 16 نقله اكسلنت، 7 نقلات جود، 3 نقلات بوك، وعندنا نقله واحده ان اكيورسي ونقله واحده ميستيك، وعندنا نقله بلندر. غالبا التضحيه بتاعت الفيل، يعني أنا لسه ما شفتش بس غالبا هي تضحيه الفيل حسبها بلندر. تمام. فتمام انا عارف انها مش حلوه بس تعالوا، ولكن احنا كنا طول الدور متفوقين يعني. تمام. دي 4 دي 5 نايت على سي 3 اي 6. اوكي كده قلبنا فرنسي. كان ممكن اكمل جوبافا لندن عادي واطلع بالبيشوب هنا واكمل المين لاين بتاع الجوبافا عادي، ولكن اي 4 قلبنا فرنسي. طبعا بيست موف زي ما قلت لحضراتكم هنا لو جينا شغلنا الانجن اننا بالظبط زي ما قلت لحضراتكم اي 5 هي بيست موف وبتدخلنا في اشكال الفرنش ديفنس. تمام. اي 6 هنا اظن هنا افضل نقله فعلا، ولكن اي 6 بتدخلنا في سيري ونظريات كتيره الصراحه، وكمان ممكن اسيب له بيدق هنا وبتاع. فالحاجات دي مش حابب. طبعا الاكله دي مش وحشه ولكنها مش هي النقله الطموحه، عشان كده قلت لحضراتكم انا بس انا عارف انها طبعا مش البيست، وقلت وانا بلعب ان اي 5 هي البيست. تمام. ولكن عارف ان النقله دي بس بتبسط الشكل، بتخليه شكل بسيط مفهوم للمستويات المتوسطه. تمام. وانا براعي بس ان انا ايه بلاعب ناس 1500 او الناس اللي بتتفرج عليا ممكن يعني ما تكونش يعني هتستفيد قوي من فكره نقله الاي 5 وندخل في السيري المعقده يعني. تمام. اي دي نايت على اف 3 هي البيست طبعا. بطلع الحصان الاول يحمي البيدق، نقله منطقيه. نايت على الاف 3، بيشوب على الدي 3 ممتازه، بيشوب على البي 5 كمان كانت كويسه. تمام. بيشوب على الدي 3، الفيل بيبص على الحاجات. جه هنا طلب الحصان بتاعي، وزي ما قلت لحضراتكم انا مش مضطر العب نقله زي بيشوب على الدي 2 عشان احمي الحصان. تمام. لان بيشوب على الدي 2 دي نقله بتاخرني كده كده. الفيل اصلا تطور خلاص على الوتر يا جماعه. تمام. وبالتالي انا خلاص انا مش خايف حتى ياكل ويكسر لي، فانا قررت ان انا بيت والانجن اعطاها بيست موف. يعني التفكير بتاعنا تفكير سليم. تمام. وانا ما كنتش خايف ان هو يكسر واكل وخلاص. بص لما كسر يا جدعان بقى معايا تفوق. يعني تخيلوا لما كسر بقى معايا تفوق، لان اولا معايا امتياز الفيلين والبدائين الراكبين دول. اي نعم هم راكبين دلوقتي ولكن البدأ ده حمي ده، فانا مش مضطر اقف بالحصان احمي ده. فانتوا فاهمين العلاقه كده؟ انت زي بتاخد عيب مقابل امتياز. فاهمين الفكره؟ طيب فهو كمان الخصم بيت. رك على الاي 1 نقله كويسه. بيشوب تكس سي بي سي. شوف لما اكل قال له لا مش حلوه. طب ليه؟ لان اول حاجه الخصم بقى ما معهوش امتياز الفيلين. تاني حاجه انا بقى معايا سنتر قوي. بيشوب على الجي 4 جه ربطني. اتش 3 كويس. اكلت. دلوقتي انا معايا تفوق 1.1 بسبب ان القطع بتاعتي اكتف، يعني من غير لسه ما يكون معايا فرق ولا يكون معايا حاجه، لكن معايا تفوق 1.5. لان يا جماعه الشطرنج هو عباره عن اكتيفيتي. مجرد ما انا حطيت القطع بتاعتي في اماكن كويسه بقى معايا تفوق ومعايا فرص اكتر ان انا اعمل تاكتكس. اتش 6 دفع تجنبا للافكار بتاعت. تمام. انا كوين على الجي 3، بيست موف على الانجن. بيست موف على الانجن، كوين على الجي 3. تمام. نقله بسيطه الصراحه، مهدد ان انا اكل هنا على حس الربطه. جيب الحصان كنت شايفها نقله تضييع وقت الصراحه، لكن انا لعبت برضه بيست موف وقربت هنا طلب الحصان بتاعه. تمام. معذره انا رحت فين؟ تمام. احنا الاثنين بنلعب كويس يعني. تمام. جيت هنا طلبت الحصان بتاعه ورجع تاني. لعبت الوزير بتاعي هنا ودي مش حلوه. كان الانجن بيقول لي رجع كوين على الجي 3 تاني، بس انا شفت طب وبعدين طب هيجي نايت على الاتش 5 تاني. بيقول لي العب دلوقتي كوين على الاف 3. طب وليه نلف ورا بعض؟ طب ما تبدا تطلب تهديدات. كوين على الاف 5 نهدد انه لو مشي بالحصان نديلوك الشمات. رك على الاي 8. كان هي دي بقى النقله المفروض يا جماعه ايه مش عاجبه الانجن التضحيه. بيقول لي كنت تاكل الاول، ياكل بالوزير، تلعب وقتها بيشوب تكس اتش 6. دلوقتي التضحيه موجوده. طيب ايه الفرق؟ يعني ايه الفرق اصل؟ الفرق دلوقتي صح. شوفوا جامد. دي الدروس بقى اللي نتعلمها يا جماعه. شوفوا يعني الحاجات دي ده الزبده اللي بنطلع بيها. تمام. ايه الفرق دلوقتي؟ التضحيه ليه مش حلوه؟ لان طبعا لو اكل الحصان ده محمي بالوزير، ولكن كان من الافضل ان انا امشي الوزير ده بعيد. فدلوقتي كان من الافضل ان انا اكسر رك في رك الاول، وبعد ما ياكل بالوزير اروح اضحي عشان لما ياكل اكل حصانه. شوفوا الفرق يا جماعه في الديتيلز الصغيره. حد يقول لي طب ثواني، طب افرض انت لما جيت ضحيت دلوقتي، او افرض لما انت كلت رك في رك راح كلب الحصان. هقول لك لا ما يقدرش، فيها كش في كش مات. تمام. او هيدخل في مشاكل يعني. تمام. فيها كش في كش مات. تمام. واجيب الروك يلعب والامور بتنهار يعني. تمام. وبالتالي شوفوا الفرق يا جماعه في التفاصيل الصغيره.
فكان المفروض الاول اكسر روك في روك قبل ما اضحي. انا بس لخبطني في النقلات، ودي الدروس اللي نتعلمها. تمام ماشي. بيشوب تكس اتش 6 اكل الاول، اكلت جي 6 بيقولوا الانجن غلط، بيقولوا كنت اكلت. تمام. انا وقتها الصراحه زي ما قلت لحضراتكم كنت هستغل العمود اللي اتفتح والعب روك على الاي 3، وبالتالي فكرتنا كانت صحيحه، الانجن متفق معانا بيقول لنا دي فعلا بيست موف. تمام. جي 6 رجعت الافضليه للابيض مره تانية، الاسود كان هيكون معاه شويه افضليه لو كان اكل الفيل الفيل بالظبط. تمام. ولكن روك على الاي 3، روك على الجي 3، الصراحه انا شايفه هجوم قوي يعني صعب يدافع عنه يعني. تمام. ماشي. جي 6 كوين على الاف 4 رجعت، كوين على الدي 6، ودي تاني تضحيه مش عاجبه الانجن. الانجن بيقول لي يا سلام يا محترم، معاك امتياز الفيلين ومعاك بدأ زياده، ايه المانع انك تكسر؟ يعني كسر وادخل الاند جيم دي. تمام. يعني كسر وادخل اند جيم، معاك امتياز فيلين، معاك بيدق زياده، ومعاك روك اكتف واقفه على العمود، ولعبك حلو يعني لعبي حلو فعلا. تمام. طبعا انا كنت شايف كده، لكن حبيت ايه العب نقلات يعني توغوش الخصم شويه. لعبت روك على الاي 5 مش عاجبه الانجن. تمام. مش عاجبه الانجن بسبب نايت على الاتش 5، ودي نقله صعبه. يعني دي نقله صعبه، بتمشي الوزير بعيد، وفي نفس الوقت بعد ما امشي بالوزير ما هيكونش فيه التهديد بتاع نايت تيكس اي تيكس واكون طالب دبل. شفتوا الفرق يا جدعان؟ يعني ديتيلز صغيره لكن دي اللي بتفرق اللعيب القوي من اللعيب المتوسط قوي. فاهمين الفكره؟ يعني دلوقتي نقله دي ليه ايه فكرتها؟ انه لو اكل دلوقتي بالحصان فانا باكل بالبيدق، طالب وطالب، صح كده؟ امال ليه طب الانجن حسبها بلندر؟ ما هي نقله قويه، لان دلوقتي انا لما اكل بالحصان اكلت بالبيدق، البيدق ده في حمايه مين؟ في حمايه الوزير. فالانجن قال طب ما قبل ما ياكل يمشي الوزير الاول بنايت على الاتش 5، امشي بالوزير بتاعي فدلوقتي ياكل. لما الحصان مشي فانا لما اكل هكون خسرت فرق، ومش جاي طالب حصان ووزير فيقدر يمشي بوزيره. شفتوا يا جدعان الفروقات الصغيره دي؟ شفتوا الحاجات يعني حلو. انا عجباني الدروس الصراحه اللي بنتعلمها. تمام. تمام جدا. تمام. انا بتعلم معاكم يعني، انا بتعلم معاكم وحضراتكم تتعلموا معايا. تمام. خلاص رك على الاي 8 انا كسرت كسر دلوقتي ايه من اول هنا لاخر الدور انا قلبت انجن، بلعب بيست موف على الانجن. تمام. ماشي. كوين على الاي 6 ماشي. طبعا برضو الانجن بيقول المره الثانيه كسر، الانجن هيبص الرجلي عشان اكسر، والصراحه يعني موقف المفروض اكسر فيه فعلا، معايا امتياز فيلين، معايا بدأ زياده، المفروض اكسر فعلا، ولكن انا حبيت اخلي الوزير كلت. خلاص من اول دلوقتي بلعب بيست بيست خلاص. بلعب دلوقتي بيست موف على الانجن في كل ايه لحد اخر الدور، وقدرنا نكسب يعني. تمام. كده كده هو اند جيم مكسب. طبعا انا عرفت اترجم الافضليه اللي معايا كويس في الاند جيم. تمام. وخلاص رقينا البادئ الزياده اللي معانا وقدرنا ان احنا بيست، يعني بلعب بانجن يعني. تمام. بيست. تمام. خلاص يعني هو بس ايه المعلوم الخطأين اللي انا عملتهم. الخطأ الاول بتاع روك على الاي 5 مش حلوه لان نايت على الاتش 5 الاول تمشي الوزير، والخطأ الثاني اللي انا عملته التضحيه بتاعت الفيل هي سليمه، ولكن انا بس يعني كان المفروض امشي الوزير الاول وبعد كده اضحي. تمام. فدول الدرسين اللي احنا ايه اللي انا استفدتهم من الجيم ده. اتمنى تكونوا استفدتوا الدروس دي معايا. تعالوا نلعب جيم كمان ونحاول نلعب شطرنج قوي. ولكن هو عموما الجيم احنا لعبناه بدقه 85%، جيم قوي، كان معظم الوقت احنا اللي معانا الافضليه، فيعني مش جيم وحش ولا حاجه، لعبنا كويس جدا يعني. تمام. طيب تعالوا كمان نلعب جيم تاني. 10 دقائق رابد 10 زائد 0. اوكي. بنلعب ثواني اقفل التاب. طيب بنلعب ضد ايه؟ بنلعب ضد او ماي جاد يو جاست جات فوركد، اللي هو يا ساتر خدت شوكه. تمام. طيب انا هلعب له الصقلي مع ان هو اكونت جديد والله يا جدعان. لعب الالابين اظن واجهناه قبل كده، وانا كنت بحب العب عليه نقله الدي 5 استغلالا ان الحصان ما طلعش فانا اللي اتحكم في السنتر. فاهمين الفكره بتاعت الالابين؟ ان هو بما ان الحصان ما مش يعني هو دافع السي 3، الحصان ده ما طلعش فانا اللي خلاص يعني دفعت الدي 5 اتحكم في السنتر. مش حافظ ثيري، مش عارف نظريات هنا قوي، ولكن هكمل انتشار عادي، هطلع بالحصان بتاعي عادي. مش حافظ ثيري الصراحه هنا، مش عارف حاجه يعني، مش عارف ايه اللي بيتلعب هنا، ولكن بطلع بالفيل، بطلع بالبيدق، بطلع يعني القلب يعني الصراحه مش حاجه يعني يتخاف منها يعني، مش حاجه او مش افتتاح يعني افتتاح هين. فاهمين الفكره؟ او افتتاح لين ما فيهوش افكار تكتيكيه قوي يعني. تمام. طبعا نقله الوزير دي صراحه غريبه، مش فاهم هي طالبه ايه يعني. فانا ممكن اطلع بالبيدق ده، ولكن عاوز اطلع بالفيل الاول قبل ما اقفل على الفيل بتاعي، وبعد كده اطلع بالحصان الثاني. جه اعطاني كش من هنا. تمام. خلاص انا بغطي الكش ده عادي خالص بالحصان. طبعا غطيت الحصان من هنا عشان اخلي الوزير واقف حامي ده. تمام. فالصراحه دي نقله ملهاش اي 60 لازمه في الحياه يعني، ما اعرفش هو لعبها ليه. ده بتساعدني ان اتطور. تمام. خلاص يعني اموري كلها بخير دلوقتي. انا جاي عايز العب اي 6 واطلع بيشوب على الدي وبيت واموري بخير. كمان هلعب شطرنج عادي الصراحه يعني، مش عارف يعني. تمام.
طبعا هو فكرته طبعا ان هو لو جه بالحصان هنا ياكل البيضه او عاوز الروك، لا الحاجات دي قديمه يعني تمام. فانا بطلع بالحصان هنا اغطي الكش، وهو ما عندوش وسيله يجي يزود الضغط على الحصان. فاهمين الفكره؟ طيب تمام. طبعا لو اكلت بدأ في بدأ بيكسر باكل بالحصان، مش عارف. ممكن اديله كش الاول وبعد كده اكل بدأ في بدأ، ياكل بدأ في بدأ. ممكن اهمله اصلا، ممكن اهمله، اهمله خالص وطور تكمل تطوير لقطعك. ياكل كل بالحاجات دي يعني طز، يعني اهمله خلاص خالص يا جماعه. ياكل بيدق في بيدق، باكل بالفيل. حد يقول لي ليه كده؟ حاسك بتلعب وانت قرفان. قرفان لان في يعني بكره ستايل اللعب ده اللي هو يعني بصوا يا جدعان، يعني بصوا ايه ده يعني من اول ما لعب النقله دي الصراحه قرفت يعني. فاهمين؟ شوفوا يعني حاجه في قمه الصراحه القرف يعني تمام. اللي هو ايه يا محترم ده؟ اللي هو عاوز يعني يجي يضغط على الحاجات والمحتاجات ومش عارف ايه. يعني حاجه يعني. امشي يا عم بوزيرك، طيب امشي بوزيرك معلش بس عشان ما نحس الرابطه. لو اكل هنا طبعا باكل وزيره، يرجع بالوزير بتاعه باجي هنا اقول له امشي بوزيرك مره تانية. بعد كده اكل حصان في حصان، ياكل بالبدء باكل بكش. من الفكره. فالصراحه اسلوب لعب ده يعني مش بحبه يعني. ما يكونش لعب منهجي. فاهمين الفكره؟ ايه خروج الوزير بدري؟ طب ما تطلع حصانك، طلع فيلك، طلع فيلك التاني. يعني شوف القطع بتاعتي ازاي منتشره، دون اللي هو القطع بتاعته مش طالع غير بالوزير. اللي هو جه كده في كده في على نقله ملهاش لازمه. تمام؟ فما تعملش كده يعني. دونت تراي ذس ات هوم. تمام؟ متشكرين على البيدق. ياكل ناكل بالحصان التاني. ياكل ناكل بالحصان التاني وامورنا كويسه جدا ان شاء الله. شوفوا يا جماعه اخره خروج الوزير بدري. شوفوا ازاي القطع بتاعته مش متطوره، شوفوا ازاي الفيل محبوس مش عارف يبيت. طب شوفوا ازاي القطعتين على جناح فاهمين الفكره؟ فما تعملش الحاجات دي يا جماعه، اوعى تعمل العبث ده. تمام؟ اكل بدأ في بدأ، ممكن كمان نطلع نديله كش الاول يغطي باكل، وبعد كده بيت ويكون معايا انتشار رهيب عليه. تمام؟ لو اكل بدأ في بدأ نعاقبه على عدم انتشاره، يعني ممكن نسيب له البدء ده خالص ونعاقبه على ان هو ما انتشرش، ننتشر احنا اسرع منه. كمان ممكن اطلع بالفيل بتاعي هنا، مش لازم اديله كش واقول له تعالى انتشر. فاهمين الفكره؟ شوفوا حاجه في قمه العبثيه الشطرنجيه يعني. هو ايه الفيل ده طالع؟ طب ما تاكل بدأ في يعني ماشي، ماشي ما عنديش مشكله. يلا ممكن اكل بدأ في بدأ كمان، بس وقتها هياكل بالحصان، فانا هعاقبه ان هو ما طلعش بالحصان وهدفع البدأ اقول له هات وزيرك. شوفوا يا جماعه ده فن عقاب النقلات العبثيه، بحب اسميه كده في الشطرنج. ولو جيب الوزير بتاعي هنا بجيب الفيل في وشه اقول له امشي وطورت فيلي. شفتوا يا جدعان فن العقاب بتاع النقلات العبثيه؟ عشان الناس اللي بتعك في الافتتاحيات وما تطلعش بالقطع بتاعتها، او ما تكونش دارسه ثيري. يعني لو حضرتك مش دارس القلبين بتلعبه ليه؟ تمام؟ تمام. يعني هو يدخل في مشاكل. هو كان مفكرني دلوقتي ياكل بدأ في بدأ ويطور الحصان بتنبو على الوزير، ولكن ده في احلامه طبعا. انا بدفع البدأ. يعني ده بدأ اصلا يعني يعتبر بدأ ضعيف لان هو مش عارف احميه دلوقتي بالبدأ الثاني. كمان ممكن والله ابدا ادفع اي 5 في اي 4 واعمل بدأ سالك في النص. تمام؟ بدأ اهو قدامه خطوتين ويرقي. تمام؟ طبعا هو مش هيرقي اكيد لان احنا لسه في ميدل جيم، ولكن بدأ خطر هيرخم عليه. بص كمان الحصان مش عارف يتطور. بص الفيل. فجماعه ما حدش يلعب افتتاح الا لو هو عارفه كويس يعني. تمام؟ يعني الصراحه دي حاجه. وكمان التزموا بقواعد الافتتاح. خروج الوزير بدري بالشكل العبثي اللي حصل والكش دي، ده بيندرج تحت حاجه في الشطرنج بيقولوا عليها الوان موفايتس. تمام؟ فما تعملش العبث ده، ما تعملش العبث ده بالله عليك. طبعا الوزير لو جه هنا ممكن والله ادفع اي 5 في اي 4 والله عاوز استفزه. يعني لو الوزير جه هنا ممكن ادفع اي 5 استفزه اقول له هات فيلك. يرجع بالفيل ادفع اي 4 واحط له كده بدقين في رقبته اهو. لعبها بالفعل. ممكن اطلع بالفيل وابيت، ده الابروتش الاول. والابروتش الثاني ان انا ادفع اي 5 في اي 4. صراحه انا عاوز العبها عشان استفزه. تعال نلعب اي 5. يلا اي 5 في اي 4 نستفزه بس ونعاقبه على العبث الشطرنجي اللي عمله، وبعد كده نبقى نطلع بالفيل. تمام؟ طبعا اللي خلي بالك البدء ده محمي كويس بالوزير وبالفيل، وبالتالي هو ما يقدرش شكله. كمان ممكن نجيب الحصان بتاعنا كده في كده. تمام؟ نكون طالبين ندفع البدء ده كمان بكش، بس في حصان واقف دلوقتي، ولكن خلي البدائين دول يخنقوه. تمام؟ معانا بدائين موبايل في السنتر. تمام؟ طبعا احنا ممكن عندنا اوبشن نبيت طويل، ولكن بس الاعمده مفتوحه على الملك بتاعنا. فانا لا، انا عاوز اطلع بالفيل الصراحه وبعد كده بيت. تمام؟ طيب دلوقتي هو جه هنا، ممكن نلعب اي 5 في اي 4. ممكن كمان اجيب الحصان هنا. ممكن العب نقله هاديه خالص زي ان انا اطلع بالفيل بتاعي هنا، والبدأ ده محمي كويس خلاص بكل حاجه. تمام؟ ممكن اجيب الفيل بتاعي هنا اكسر اجيب الحصان. دي فكره والله، يلا نلعبها. تعالى كسر، ياكل اكل بالحصان.
تمام، ودلوقتي انا طالب ابيت. بص يا جدعان، يعني انا بالله عليك بص الاكتيفيتي بتاعت القطع بتاعتي من القطع بتاعت الخصم، مين اكثر نشاطا، مين اكثر امانا؟ طبعا يا جماعه القطاع بتاعتنا. ليه؟ لان هو طلع بالوزير بدري. تمام، فلازم يكون عندك فن عقاب النقلات العبثيه. طبعا هنا هاكل بالحصان مش هاكل بالوزير، عشان الوزير واقف مدافع عن البدء ده مع الفيل. تمام، دلوقتي عاوزين دي، يعني دي قويه بس دي هتقفل الاتصال، فهل ممكن يكون في تاكتكس هنا؟ اوكي، ده جه حما هنا. فكرته دلوقتي ان هو عاوز يلعب جي 3 في بيشوب هنا، يقول لي هات الوزير. طبعا الكلام ده في الاحلام، انا هبيت وبعد كده نشوف ايه المشاكل بتاعته. هو عاوز يلعب جي 3 في بيشوب كده. تمام، طبعا الكلام العبثي ده يعني مش موجود طبعا يعني. تمام، يعني سوف يتم معاقبته على كل العبث ده. شايفين يا جدعان القطعه بتاعته ازاي عبثيه والملك بتاعه في المنتصف؟ وده يعتبر تيبيكال ايديا او جيم يعني نمطي عن ازاي تعاقب الملك اللي هو ما بيتش في السنتر. تمام، اظن احنا شرحنا الموضوع ده كتير عندنا في القناه. كورس ميخائيل تال، كورس تعلم فن الهجوم، عملنا كتير يا جماعه امثله اهو. شوفوا عاوز يعمل الحركات العبيطه دي. تمام، طيب هنا في كذا فكره. ممكن نلعب اي 4، ممكن نجيب الفيل بتاعنا هنا، نقول له لا مفيش الكلام ده. يعني ممكن نجيب الفيل بتاعنا هنا في هنا في هنا. تخيلوا والله ممكن فكره. هات الفيل هنا نمنعه انه يلعب دي، نخنقه. طبعا اكيد في نقلات افضل، يعني ممكن الكش دي كمان كانت قويه. تمام، ولكن تعالى هنا وعاوز الكش دي دلوقتي، منعه انه يجي بالفيل. عاوز احط فيلي هنا بحيث ان انا لما اجي اديله كش ملكه ما يقدرش يتحرك، فيضطر يديني قطعه ببلاش اكلها بالبيدق. فاهمين الاستراتيجي؟ وطبعا الحصان ده يا جماعه اللي واقف هنا مع الفيل ماسكين البيدق ده بكل ما اوتيوا من قوه. شايفين الحصان التاني زي مش عارف يتطور؟ وده عقابا ليه ان هو لعب سي 3 اللي بيقولوا عليه الالبين سيسيليان. طبعا الالبين سيسيليان مش وحش، لكن لازم تكون عارف انت بتعمل ايه كويس. تمام، وكمان خروجه بالوزير اللي عمله ده ضيع له الدور، قفل على الفيل بتاعه، اخر له الانتشار، بوظ له الجيم خالص. تمام، وبالتالي يا جماعه شوفوا خرج من الناحيه الثانيه. طبعا دلوقتي احنا نكمل خطتنا. ايه خطتنا؟ ان احنا نجيب الفيل ده هنا. ايه فكرتها؟ ان احنا دلوقتي عاوزين كش الملك ما يقدرش يهرب، فيضطر يدينا الفيل بتاعه ببلاش. فاهمين اللوجيك بتاع الخطه؟ ملكه دلوقتي محبوس، الا بقى لو فكر يهرب بفيله من هنا، وقتها هاكل فيله ببلاش. يلا بينا بوم. شفتوا يا جدعان دلوقتي هيضطر يغطي بالفيل، هاكله بالفيل. فاهمين الفكره؟ استسلم. شوفوا اتخنق خلاص، اتخنق الراجل. تمام، حرفيا استسلم. هو ما عندوش الملك، ما عندوش يتحرك، يضطر يغطي بالفيل، هاكله كمان بالفيل، وعاوز اكشف عليه. انتوا متخيلين؟ يعني حاجه في قمه العبثيه الشطرنجيه الصراحه. تعالوا نحلل الدور ونشوف ايه اللي حصل. ماشي، عندنا نقله واحده بس المسد، باقي النقلات لعبناها كويس. اي 4 سي 5، دي سي 3 اسمه السي 3 سيسيليان او الالبين سيسيليان. دي 5 دي النقله اللي انا بحب العبها. طب ليه بتحب تلعب النقله دي يا اسلام؟ لان في الطبيعي الصقلي بيتمحور حوالين ان انا يعني مانع الابيض ان هو يتحكم في الوسط. تمام، فهو مثلا يلعب نايت هنا عشان ما تحكمش في الوسط مثلا بنقله زي اي 5، فاروح انا العب الحصان هنا عشان ما يتحكمش في الوسط بدي 4، فهو يضرب الوسط، اروح اكل، يروح ياكل، فاروح اضرب الوسط باي 5 وندخل في الاشك. انتوا فاهمين الفكره؟ دي فكره الصقلي اصلا، ان انا بلعب سي 5 عشان ما تضربش الوسط بدي 4 وتتحكم فيه. فكونه لعب سي 3 ده ما منعنيش ان انا العب دي 5 وانا اللي اتحكم في الوسط. طيب ما انت باكل دلوقتي باكل. هو الكلام ده يشبه حاجه، يشبه الاسكندنافيان. لكن ايه الفرق؟ الفرق ان في الاسكندنافيان اي 4 دي 5 تيكس الوزير اللي واقف هنا عرضه انه يجي الحصان عليه يتطور بتيمبو. تمام، انما الفرق ان في الالبين سيسيليان دفعه السي 3 مسكت او منعت الحصان من التطور هنا. ففكره دي 5 تكس باكل بالوزير بقت اقوى بكتير من الفكره اللي موجوده في السكندنافيان، لان ما عندوش حصان يجي يتطور بتمبو على وزيري. فاهمين الفروقات يا جماعه؟ ماشي، نايت على الاف 3 نايت على الاف 6 عادي خالص، بنتشر بالقطع بتاعتي هنا بقى. خلاص خسر، يعني انا بالنسبه لك يا اسلام من اول ما طلع هنا خسر. كان المفترض هنا الانجن بيقول له يلعب دي 4، دي كانت المنطقيه فعلا، كنت مستنيها. كنت هلعب عليها نايت على السي 6، لو اكل كنت هاكل وضيع له التبييت، ولو ما اكلش النقله الجايه بدأ في بدأ وانا اللي هبدا العب على البدأ اللي في المنتصف. دي افكار الالبين. تمام، لكن ايه كوين عن اي 2 دي؟ عاوز الكش دي بتعمل ايه يا عم؟ ما انا بغطيها بالفيل، بغطيها بالحصان من هنا والبدأ ده محمي. افكار ملهاش لازمه الصراحه. بيشوب على الاف 5 كش نايت بي دي 7 دي 4. دي 4 هنا كان بيقول لي العب بيشوب تكس بي 1. وات؟ ولما ياكل بالروك كش وباخد الروك. واه. تمام، دي النقله اللي المفروض كنت العبها، لكن انا لعبت نقله ايه يعني؟ ما شفتش التكتيك ده الصراحه، تكتيك اهبل، تكتيك بربع جنيه يا جماعه. تمام ماشي، اي 5 اي 6 امشي بالوزير، مشي، اكلت، طلع دفعت. طبعا الدفعه دي ممتازه، يعني الدفعه دي ممتازه جدا. الانجن بيقول لي كل بيشوب تكسي بي 1 تاني.
بس طب ما دلوقتي الكش مش موجوده. كوين على الاف 5، هات ده وهات ده. تمام، التكتكس لذيذه، لكن برضه دي 3 قويه. هات الوزير، دفعت هات الفيل، دفعت هات الفيل، اكلت بالحصان، جيب الروك هنا، عاوز يعمل الافكار التعبانه دي بيت. دفع هنا بيشوب هنا، خلاص مفيش حاجه. جه هنا بيشوب هنا، خلاص الجيم خلص. يعني الجيم خلص، كش لازم يديني قطعه. كوين على الاي 3 برضه، يعني كوين على الاي 3 هو ما شافهاش تقريبا ولا انا ما شفتهاش. تمام، كوين على الاي 3 كانت كويسه، عشان كده الانجن بيقولوا كانت كوين على الدي 4 اقوى. كوين على الدي 4 هنا اقوى. بس ايه فكرتها الصراحه؟ ادفع كده مثلا يعني، مش عارف. تمام، مش كوين على الدي 3 برضه كانت قويه الصراحه. الانجن بيقول يلعب روك ايه على الدي، ولو اكل بتدي له كش مات ببيدق. يا نهار ابيض. اوف اوف. شفتوا يا جدعان؟ روك ايه على الدي 1، لو اكل وزيري بدي له كش مات ببيدق. تمام، بس عموما برضو اللي احنا لعبناه مش وحش طبعا، اللي احنا لعبناه مش وحش طبعا. تمام. دور غريب الصراحه ودور لذيذ يعني. اتمنى تكونوا استفدتوا وتعلمتوا. يعني انا استفدت الصراحه من الجيم اللي فات تحديدا، كان فيه شويه تاكتكس، والجيم ده برضو يمكن. بس التكتيك الاي 6 ده احنا ما شفناهوش الصراحه. ان انا ياكل بالروك، اديله كش ياخد الروك. تكتيك بسيط الصراحه بربع جنيه. تمام، ولكن جود جيم جود جيم. اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. ما تنساش تعمل لايك وتقولوا رايك في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم اخوكم اسلام حماده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.